اللي بيحصل النهارده في دارفور مش البداية، دي تكملة لقصة اتكتبت من أكتر من 100 سنة. فتعالوا نحكي القصة من أولها. في زمن مش بعيد كان في سلطنة عمرها مئات السنين اسمها دارفور، بتحكم غرب السودان ووصولا إلى حدود تشاد. سلطنة كبيرة وليها جيشها وسلاطينها، بتحكم من مدينة اسمها الفاشر، وكانت مستقلة عن الخرطوم واللي بيحكمها. ولكن في آخر القرن ال19 قامت الثورة المهدية في السودان، والثورة دي أسقطت الحكم المصري العثماني اللي كان حاكم السودان وقتها. سنة 1885 حكم المهديين السودان بالكامل لفترة مش طويلة من الزمن. في الوقت ده دارفور دخلت شوية تحت نفوذ المهدية، ولكن ما كانش نفوذ كامل لأن أهل دارفور كانوا رافضين حكمهم وعملوا عليهم ثورات كتير. ولما الدولة المهدية سقطت سنة 1898 على إيد الإنجليز في معركة أم درمان، بيظهر بطل القصة بتاعنا علي دينار، حفيد حكام سلطنة دارفور، واللي أعلن سنة 1899 استقلال دارفور من تاني ونصب نفسه سلطان عليها. والإنجليز وقتها كانوا مشغولين في الخرطوم، وشافوا إن مفيش داعي يبعتوا جيش لدارفور في قلب الصحراء، وخصوصا إن السلطان الجديد وافق يدفع الجزية سنوية للخرطوم اللي بقت تابعة ليهم، فسابوه يحكم. يعني رسميا دارفور بقت تبع الانجليز، ولكن عمليا كانت شبه دوله مستقله. وعشان كده كان السلطان علي دينار بيحكم بلده بحريه كامله، فكان عنده جيش كبير ونظام ضريبي وقضائي مستقل وقوي، وبيتصرف كحاكم مسلم كبير، لدرجه انه كان بيبعت كسوه الكعبه من الفاشر لمكه كل سنه. مول حفر ابار في المدينه المنوره، يعني راجل شايف نفسه رجل دوله ليه تاثير، مش مجرد حاكم قبيله او منطقه. وفضل كده سنين لحد ما قامت الحرب العالميه الاولى سنة 1914، والدولة العثمانية دخلت الحرب ضد بريطانيا. ساعتها السلطان دينار قرر يوقف دفع الجزية للإنجليز، وأعلن تأييده الكامل للعثمانيين. فالإنجليز اعتبروا ده عمل عدائي ضدهم، وقرروا يخلصوا عليه. وفي سنة 1916 جهز الإنجليز حملة اسمها دارفور فيلد فورس، حوالي 2000 جندي بريطاني وسوداني ومعاهم مدافع ورشاشات. وفي شهر مايو قامت المعركة الكبرى، معركة برنجية. جيش السلطان علي دينار كان بيتكون من آلاف المقاتلين، بس أغلب تسليحهم كان عبارة عن مبادئ قديمة وسيوف ورماح، فما قدرش يصمد أمام مدافع الجيش البريطاني وأسلحتهم الحديثة، فانهزموا هزيمة مؤلمة. السلطان علي دينار هرب هو ورجالته ناحية الجبال مرة، وفضلوا الإنجليز يطاردوه شهور وسط الجبال لحد يوم 6 نوفمبر 1916، لما اتصاب السلطان دينار برصاصة ومات هو ورجالته محاصرين وسط الجبل. وبموته انتهت سلطنة دارفور بعد أكتر من 500 سنة حكم. ومن بعد موت السلطان علي دينار الإنجليز أعلنوا رسميا إن دارفور بقت جزء من السودان. ولما السودان استقل سنة 1956 كانت دارفور خلاص جزء من حدوده. والسؤال اللي بيفضل دايما، هل التاريخ بيعيد نفسه ولو بصورة مختلفة ولا لأ؟